انا اسمي آية. اهلا بيكي يا ايه. ايه المكالمه مذاعه على الهواء، موافقه بالاذاعه؟ موافقة بالإذن. قولي لي يا ايه، اتفضلي. حضرتك أنا عندي 20 سنة واتجوزت من سنتين. اتجوزت تمام. شخص كان مفهمني إن هو مفيش منه اتنين على وجه الأرض. كان تاجر مخدرات للأسف. تاجر مخدرات؟ اه وانت ما سالتيش عليه ولا اهلك سالوا عليه؟ سألنا عليه، بس هو كان في نقل من مكان غير مكان اللي هو كان قاعد فيه. امم. أهلي أصلا ما كانوش موافقين بجواز منه، وأنا اضطريت إن أنا أتجوز. انت اللي أنا صممتي؟ أنا اللي صممت وأنا اللي ضغطت على أهلي للأسف. امم. كان شغال في ورشة أخوه وقال إن هي ورشته. وبعدين؟ حضرتك أنا خلفت منه طفل عنده 6 شهور من ساعة ما اتجوزت، وأنا أقسم بالله ما عدى عليا يوم كويس. أنا الناس كلها كانت بتساعدني، واللي كان بيجيب لي أكل عشان أنا كنت حامل وبترمي في الشارع، واللي كان بيعلق لي محاليل لوجه الله. يعني كان ايه، هو تاجر مخدرات بيشربها ولا بيتاجر فيها؟ كان بيبيعها وكان بيشربها. امم. قال لي كان بيضربني عشان ياخد مني التليفون، يروح يبيعه، ياخد أوضة نوم يروح يبيعها، ياخد الأنبوبة يروح يبيعها عشان يجيب المخدرات. عشان يجيب المخدرات اللي أنا أصلا معرفش إيه نوعها لحد دلوقتي. فتح عليا أنبوبة من شهر، من ساعة ما كلمت الإعداد. فتح عليا أنبوبة عشان يخنقني، عايز ياخد الولد يروح يرهنه عشان يجيب لي مخدرات. عايز ياخد الولد يعمل فيه ايه؟ يروح يرهنه يرهنه؟ عشان عشان الناس ترضى تديله مخدرات. ده كده اكيد واصل للهيروين. اللي يخليه يعمل كده ده اكيد وصل لاقصى درجات المخدرات يعني. انا بصراحة مش عارفة ايه نوعها والله. هي اللي بتعمل كده. بس ومش ضرب. بعيد يبيع شرفه ويبيعك عشان المخدرات. ده حقيقي، ده حقيقي، لان هو كان دايما لقيت حاطط كاميرا في أوضة نومي، فبسأله ايه ده؟ قال لي يعني اهي ذكرى لينا وكان نوع من انواع اللي احنا نقعد. قلت له ايه القذارة دي؟ روحت عند اهلي، كان بيقعد يقول لي خلاص انا اسف وانا ابوس رجلك وارجعيني ومش ارجعيني، وبرجع وانا هبطل وبقف جنبه. وقسما بالله نمت معاه على البلاط، مش على الارض، مش على بطانيه، على بلاط. ما كنتش بلاقي اللقمه وانا حامل اكلها عشان اقف جنبه واساعده. وانت يعني كنت شايفة ان هو نافع قوي عشان تحملي منه؟ انا ما هو بقى النصيب. يعني لقيتيه مركب لك كاميرا في اوضه النوم وبيصور علاقتكم؟ اه امم. انا طبعا خدت ده كسرته، ودي كانت معايا ورميتها. ايه اللي كانت معاكي ورميتيها؟ الكارت الميموري اه. كسرته ورميته. امم. باع كل حاجة حرفيا. يعني انت عايشه على البلاط دلوقتي؟ يا ريت تجوا تصوروا، اقسم بالله انا هدومي معبياه في كراتين عشان ما عندي ولا هدوم ابني. واهلك كانوا مجهزينك؟ انا اهلي كانوا مجهزيني وجايبين لي كل حاجة بقى. كل حاجه عشان المخدرات؟ انا طالعة عروسة من بيت اهلي، باع كل حاجتي ما فرحتش بيها. انا بتضرب بسلك بالبتاع بتاع الخرطوم بتاع الانبوبة، اتكسر ايدي مرة، جالي شرخ في ظهري. واهلك فين؟ انا بابايا عنده 68 سنة. امم. اخويا عامل حادثة عاجز في ايديه. قمت ست كبيرة، انا ماليش حد يقف لي، وهم سايبيني عشان انا اللي صممت. امم. ما فكرتيش تاخدي الواد وتهربي؟ يعني انت مستنيه لما يموتكم؟ ونجديني من الشخص ده قال لي انت لو بعدت عني انا هرمي في الطريق ما وشوهك. انت لو سبتيني انا هعمل وانا انت هسوي عايشه بيها. على البلاط، انت في صدى صوت حواليكي.
انا حرفيا والله العظيم اقسم بالله، انا الشقه اللي انا عايشه فيها انا عشت في الشارع وما عشتش فيها. انا بتطلع عليا الحشرات انا وابني. انا وسايب لك التليفون، ما فكرش ياخد منك التليفون اللي بتكلمينا منه ده؟ خدوا مني وانا خبيته كذا مره ياخدوا ويبيعوه وانا شاريه واحد من وراه وعينه، عشان كده اضطريت ان انا اقفل المكالمه. لما خد ابنك عشان يرهنه خده فعلا؟ خده بالفعل ونزل بيه، والناس اللي جابوهولي يومها فتح عليا انبوبة الغاز عشان ادخله، قال لي هتموت انت وهو هتجيبيه، اديتهوله. امم كلمت النجدة اكتر من مرة وحرفيا ما كذبوش وجم خدوه اكتر من مرة. امم وما بعدين ما بيتحبس ليه؟ اخواته ايه؟ ما اتحبس ولا مرة؟ لا اتحبس. اخواته بيطلعوه بالمحاميين، بعد كده ما حدش لا يسأل فيه. واخواته ما حدش بيسأل فيكي انت والواد؟ نعم. اخواته ما حدش بيسأل فيكي ولا انت ولا ابنك؟ ولا انا ولا ابني، هو قعد اتحبس اكتر من 40 يوم، محدش جاب لي بق الميه. انا اللي كنت بنزل اشتغل واكل نفسي. انت عايشة فين دلوقتي؟ منطقة ايه؟ انا قاعده في الحي العاشر، الحي العاشر؟ مدينه نصر. مين اللي بيدفع الإيجار؟ إيه اللي هو مثلا صاحب الشقه قاعد صابر عليه، يدفع شهر شهرين لا، وبيدفع 1400 جنيه، ودي ارخص شقه هنا. عليكوا كام شهر؟ انا مش عارفه، بس هو بقاله يعني اكتر من شهرين او 3 ما دفع. والراجل ساكت؟ هو الراجل ساكت عشان هو عارفه بيديله مخدرات وبيسكت. وهو شغال ايه بقى؟ ما بيشتغلش؟ هو قاعد في ورشة، في ورشة واحد صاحبه، واخوه عنده ورشة، بيقعد هنا شوية وهنا شوية عشان لو الحكومة جت سألت عليه الناس تشهد ان هو قاعد، يعني قاعد شغال معاهم، بس ده مش صحيح والله العظيم وحياة ابني ما صح. ما فكرتيش ليه تاخدي ابنك وتهربي منه يعني؟ فكرت كتير وبالفعل بنت في الشارع، بس ما رجعت تاني، ما عنديش مكان. انا ابني طفل رضيع وكل ما اجي اسال على يعني انت مستنيه لما ياخد ابنك ويرميه او يبيعه عشان يجيب جرعه من المخدرات؟ ما انا كلمت حضرتك عشان انت تنجديني قولي لي اعمل ايه، اروح يعني انت اخترتي غلط ووقفتي في وش اهلك وعديتيهم عشان واحد بتاع مخدرات وخلفتي منه رغم ان انت شايفه عيوبه وشايفه ان هو مايل وملوش لازمه، وخد كل حاجتك وعفشك وباعه وفتح عليكي الانبوبه بياخد الواد عايز يرهنه، وانت ده كله لسه قاعده بتفكري تعملي ايه؟ انا بالفعل سبته ومشيت. ورجعتي له ليه تاني؟ ده الشارع احن عليكي من العيشه اللي انت فيها، ما انت كده كده عايشه في الشارع يعني، ما انت بتقولي عايشه على البلاط وحشرات بتطلع عليا من كل مكان. قوة إلا بالله على التفكير العجيب الغريب اللي أنا مش فاهماله. يقدركوا 1400 جنيه صاحب البيت إزاي؟ يشتري اللي هو عايزه، يعني ازاي ساكت وشهر يجيب الشهر يجيب الشهر التاني ازاي ساكت يعني؟ حضرتك هي شقه اصلا لا تذكر انها شقه. مش بقالك 400 جنيه يا بنتي؟ ما طيب. عشان هنا الايجار غالي، هنا الايجار ب 3000 و 4000. طيب ابعت لنا اوراقك وهنسال على كلامك، ولو حقيقي ربنا يقدرنا ونقدر نساعدك بشغلانه شريفه تعيشي منها وتعيشي ابنك، وربنا يسترها على الطفل المسكين اللي ملوش ذنب غير ان انت اخترتي له اب فاسد وجبتيه في الدنيا، وانت هتتحاسبي عليه وهتسالي انت واي حد بيعمل عمايلك. فعلا. خليلي ابعتي الاعداد كل ما يخصك وقسيمه جوازك وعنوانك بالتفصيل ببطاقتك بشهاده ميلاد الولد، وخلينا نشوف الحقيقه فين ونعرف، ونشوف صاحب البيت اللي بيرضى ياخد ايجاره مخدرات ده. لا حول ولا قوه الا بالله. سوء اختيار بتكون دي نتيجته. اهلها قالوا لها لا
يا بنتي لا لا هو ده. من غير ما تفهم، من غير ما توعى، من غير ما تسأل، من غير ما تحس ان لو في خطر في الجوازة هي هتدفع عمرها اللي جاي كله. هو اندفاع وتهور ويلا عنده وخلاص. واتجوزته، وكانت النتيجة ايه؟ جابت طفل. اتجوزت سنتين عندها طفل شهور، يعني قعدت اول سنة تقريبا من غير ما تخلف. طب انت كنت شايفة ان الحياة تستدعي ان انت تخلفي من واحد زي ده؟ انا عارفة ان في ناس هتقولك اصل ده نصيب، ما ترموش كل حاجة على النصيب. ما هو ربنا ادانا ده وميزنا بيه ليه؟ ليه خلانا مختلفين عن الحيوانات اللي في الشارع وبيبقوا مع بعض في الصناديق الزبالة؟ ليه؟ ما هو ميزنا. اشمعنى احنا اللي ميزنا؟ اشمعنى ميزنا عن الكرسي وعن الكنبة؟ اشمعنى؟ عشان نفكر، عشان نختار، عشان ما نختارش اي حد والسلام، عشان نتقي الله في تصرفاتنا. خد ابنه راح رهنه عشان يجيب السم الهاري اللي يطفحه، المخدرات. خد ابنه راح رهنه عشان يجيب السم الهاري، وفتح عليها انبوبه هموتك انت وهو لو ما ادتنيش الواد. وشويه هيشغلها وهيمشيها في الشمال، وهي هتقولك ما انا ماليش مكان فعشان كده رضيت. وساعتها مش هيبقى ليكي حجه. اللي انت بتقوليه ده مش هتبقى حجه لو رضيتي ان انت تبيعي لحمك. كان مركب لها كاميرا في اوضه النوم عشان يصور علاقتهم، مش بعيد يكون كان بيبيع الحاجات دي مقابل الفلوس عشان يروح يجيب السم الهاري. غلط، وغلط بيجيب غلط، بيجيب غلط، بيجيب غلط. واهلها سايبينها. انت اخترتي، طب ما اختارت واختيارها غلط، ازاي سايبينها لواحد زي ده؟ ما لحمكم وعرضكم. ما هو لو باعها هتبقى برضو تخصكم ولحمكم وعرضكم. ازاي سايبينها؟ ده لو هتيجي تاكل معاكم دقه سايبينها ازاي؟ لو هتاكل معاكم دقه كل يوم سايبينها ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما الام تشيل الطفل وهي تنزل تشتغل بالحلال وطلقوها منه. ايه اللي بيحصل؟ دي لحمكم وعرضكم، سايبينها ازاي؟ طالما ليكي اهل راضيين عليكي الوضع ده، ازاي راضيين؟ ازاي؟ ما هو شويه ممكن يبيعك عشان يجيب الجرعه، هيسيبوك لحد ما يبيعك؟ وده كله عشان انت اخترتي. طب اخترتي غلط، هيفضلوا مكملين في الغلط؟ ما ياخدوكي ويحاجوا على عرضهم وشرفهم وتسيبي الطفل يربوه، وانت تنزلي اشتغلي واصرفي عليهم كمان وساعديهم بالمصاريف. انت لسه شابه وعندك 20 سنه. لا حول ولا قوه الا بالله. خلونا نشوف نقدر نساعدها ازاي، مع ان انت ليكي حلول على فكره واهلك موجودين وتقدري تتصرفي. بس خلينا نشوف ونسال، واللي يقدر يساعدها يبقى جزاها الله كل خير. بعد ما نسال ونتاكد من صحه كلامها هبلغكم ان شاء الله. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.